في خطوة مفاجئة وحاسمة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها رسمياً ونهائياً من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس، قرار يدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو وينهي تاريخاً طويلاً من الالتزام بحصص الإنتاج الجماعية. وراء هذا الإعلان تكمن تحولات استراتيجية عميقة ومصالح وطنية لا تقبل التأجيل. وطوال السنوات الماضية ضخت الدولة استثمارات ضخمة لتطوير قطاعها النفطي وتوسيع بنيتها التحتية. الهدف كان رفع السعة الإنتاجية إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع. لكن هذه القدرات الهائلة ظلت مقيدة بسقف إنتاجي صارم فرضته التوافقات داخل أروقة منظمة أوبك. اليوم اختارت الإمارات التحرر من هذه القيود ووضع مصالحها الاقتصادية المباشرة في صدارة المشهد. الرؤية هنا واضحة ومحددة، وهي تعظيم الإيرادات النفطية في أسرع وقت ممكن قبل أن يتراجع الطلب العالمي على الوقود الأحفوري. هذه الإيرادات الإضافية لن تذهب إلى خزائن مغلقة، بل ستشكل المحرك الأساسي لتمويل مشاريع المستقبل. نتحدث عن ضخ سيولة هائلة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وبناء قواعد راسخة للطاقة النظيفة والمتجددة. القرار يمثل أيضاً تحولاً في التوازنات الإقليمية ويبعث برسالة مفادها أن السيادة على الموارد الوطنية هي الأولوية المطلقة. ردود الفعل في أسواق المال العالمية لم تتأخر، حيث شهدت أسعار خام برنت تقلبات فورية وسط ترقب لخطوات أبو ظبي القادمة. الأسواق تدرك جيداً أن ضخ ملايين البراميل الإماراتية الإضافية سيغير معادلة العرض والطلب العالمية بالكامل. وبينما تواجه منظمة أوبك أصعب اختبار لتماسكها منذ عقود، تمضي الإمارات في طريقها الجديد مسلحة بمرونة اقتصادية وشراكات دولية واسعة. ومن الآن فصاعدا ستحدد أبو ظبي بوصلة إنتاجها بناء على معطيات السوق ومصالحها التنموية بعيدا عن أي مظلة جماعية. عصر جديد للطاقة ينطلق من هنا، يحمل معه نهاية تحالفات قديمة وبداية مرحلة عنوانها الاستقلالية والسرعة نحو اقتصاد ما بعد النفط.